السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيكم. معاكم عبد الرحمن علي في قناة برو ماركتينج بلان. احنا الفيديو النهارده هيكون الجزء الثاني العملي من إنشاء فانل وبينار خطوة بخطوة. احنا في الجزء الأول عملنا الجزء الأول بتاع الفانل اللي هو الأساسي اللي بيعرفني الفانل الويبينار بتاعنا عن ايه، اللي هو فيه هيدلاين وفيه عناوين وفي وصف وفي الميعاد بتاع الويبينار وفي الزرار أو الزر اللي هو العميل بيضغط عليه بيوديه على فورم يسجل بياناته علشان يحضر الويبينار. تمام. إحنا المرة اللي فاتت عملنا الجزء الأول ده كله اللي هو الأساسي، وعملنا الجزء التاني اللي هو الفلترة اللي هو أنا باكلم فيها عميلي، يعني لمين هذا الماستر كلاس أو لمين هذا الويبينار أو لمين هذا التدريب المجاني أو المدفوع. يعني إحنا زي ما قُلنا المرّة اللي فاتت في أنواع من الويبينار، في ويبينار بيكون مجاني وفي ويبينار مدفوع. تمام. وفي ويبينار يوم واحد وفي ويبينار كذا يوم، مثلًا 3 أيام workshop، في ويبينار أو ممكن نسميها تحدي لمدة أسبوع مثلًا أو أكتر. فدي كلّها من أنواع بتندرج تحت مسمى الpresentation live. إحنا نكمّل بقية الشرح. إحنا المرّة اللي فاتت زي ما قُلنا عملنا الجزء الأساسي، وبعد كده عملنا الجزء اللي أنا باكلّم فيه عميلي اللي من هذا الwebinar، فباقول مثلًا أنا عميلي المدربين والcoaches وأصحاب الكورسات والاستشارات، فأنا باكتب فلان الفلاني فمناسب جدًا ليك التدريب المجاني دوّة. وبيكون في هنا عدّاد بيبدأ يعِد عَد تنازلي لحد وقت الويبينار، بس طبعًا دوّة علشان الصفحة ديّة الويبينار الأساسي اللي كنا عاملينه علشانها خلص، كان يوم 26 يوليو، فالعداد وقف، اختفى، ولكن هنشوفه دلوقتي في الصفحة إزاي بيكون شغال. بعد كده ممكن يعني بنحط فقط الجزء التاني بقى اللي هو أنت ممكن تعرّف نَفْسك، تقول مين حاضر هذا الmaster class أو مين مُقدِّم هذا الwebinar، فبتكتب تعريف عن نَفْسك بخبراتك، وبتحُط برضه زر الحجز أو التسجيل. وآخر حاجة هنعملها النهارده، يعني النهارده هنعمل الجزء دوّة اللي هو إزاي أعرّف نَفْسي، ودي بسيطة جدًا. إحنا عرفنا إزاي نعمل section وبنعرف داخلها نعمل مكان تاني نكتب فيه، نحُط فيه صورة، نحُط فيه headline، نحُط فيه شرح، نحُط فيه زر، نحُط فيه الحاجة اللي إحنا عايزينها. بعدها هنعمل الform. يعني إحنا قُلنا أجّلنا الform لحلقة منفصلة علشان الform يكون فيه شغل أكتر. تمام. فخلّينا نبدأ على طول الشرح العملي. طيب إحنا دخلنا على الأداة بتاعتنا اللي إحنا شغّالين عليها، وزي ما قُلنا دي أفضل أداة. يعني إحنا اشتغلنا على أدوات كتير جدًا، جرّبنا أدوات كتير جدًا، وأفضل أداة حاليًا دلوقتي إحنا شغّالين عليها اللي هي go high level، اللي هي معروفة باسم cash process. ليه؟ لإنها بتريّحني وفيها كل حاجة فعليًا، فيها الemail marketing، فيها الautomation، فيها إن أنا أقدر أعمل funnel website، أقدر أعمل حتى لو عايز متجر، بس إحنا ما بنشتغلش في المنتجات الملموسة يعني. عايز أعمل webinar، عايز أعمل في تحليلات، عايز أعمل blog، عايز أعمل مدونة، أكتب مقالات وتطلع في الSEO ومحركات البحث بتاعة جوجل، عايز أربطها بWordPress كserver، عايز أعمل form، عايز أعمل survey، عايز أعمل quiz، عايز أعمل chat. كل دي أساسًا كانت أدوات ممكن تشترك في كل أداة لوحدها، ولكن هنا أداة cash process جمعت لي كل حاجة، زائد فيها آآ زي CRM كده بيجمع لي كل أنواع السوشيال ميديا بتاعتي والإيميل وكله، فيها المحادثات كلها الخاصة بالbusiness بتاعي في مكان واحد. تمام. طبعًا الكالندر، وده مهم جدًا للمدربين لحجز مواعيد استشارية سواء مدفوعة أو مكالمات بيعية، الإيميل list. ففيها كل حاجة، وتقدر تربطها برضه بمعالج دفع لو عندك حساب على stripe أو PayPal بس يعني. والmembership طبعًا المكان اللي بتقدر تحط فيه كورساتك وبتكون محمية. طيب خلّينا على طول نبدأ نخش على الfunnel اللي إحنا كنا عاملينها، كنا مسمينها test. هنقول لها edit. طيب ظهرت معانا الصفحة أهي اللي إحنا صممناها المرّة اللي فاتت، واللي ما شافش الفيديو اللي هو ديّة ممكن هاسيبه لكم في الdescription أو هتلاقوه في العلامة اللي هتظهر قدّامكم دلوقتي. دي كده الجزء الأول خلاص عملناه وعملنا الفلترة وأهو العداد. كنا إحنا تقريبًا قايلين الميعاد 1/9، فباقي يومين و9 ساعات و1 دقيقة، فهو
عامل لك كل حاجة، تمام. طيب إحنا عايزين نعمل دلوقتي section جديد نحط فيه التعريف بمقدم الwebinar، تمام. أنا طبعًا يعني علشان أسهّل علينا الوقت ونختصر في الوقت، إحنا عرفنا إزاي نعمل section وعرفنا إزاي نحط headline وصورة، وإزاي نحط وصف، وإزاي نحط مثلًا عداد، إزاي نحط. هي الفكرة واحدة بتتكوّن في كل الsection. فإحنا اختصارًا للوقت، فأنا حافظ أساسًا الsection دوّة. والجميل برضه في cash process إنّك أنت يعني section معيّن مثلًا تعريف بنَفْسك، أنت بتعمل كذا funnel، فبدل ما بتروح تعيد كل funnel لوحدها، فأنا حافظه مثلًا هنا في حسابي. فمجرّد ما بادوس هنا مثلًا أقول له ضيف لي حاجة، فباقول له هات الsection المحفوظة، اللي هو الscript section، تمام. هادوّر في كل الsection المحفوظة هالاقي اللي هو عبد الرحمن دوّة. فعلًا نقلّل الsection واشيل بقى الحاجات الزيادة أهو. من محاضر هذا الmaster class هنلاقيه زي الfunnel بالضبط اللي إحنا عاملينها من شوية اللي هي ديّة، أهو. دي الfunnel اللي إحنا شغالين عليها دلوقتي، أهو. قال لك نقلّل الsection بالكامل بالزرار. بس طبعًا هنا إحنا لسه ما عملناش الform ولا ربطنا الزر دوّة بيه يعني، تمام. فإحنا لو دوسنا هنا هنعدّل بقى السجل وكل حاجة. طيب إحنا ناقصنا دلوقتي نعمل الform. نعمل form بقى إزاي؟ هنعمل section جديد، تمام. وهنقول له مثلًا column وبقى عندنا for detail. طيب أنا عايز أعمل form. هنا لو جيت قُلت له مثلًا عايز أضيف form، في form، هاقول له form. طيب هو هنا بيقول لي حاجة، بيقول لي يا إما تختار form أنت عايزه، يعني مثلًا زي واحد إحنا كنا عاملينه قبل كده، أو يا إما باقول له آآ أهو ظهر لي مثلًا إحنا واحد كنا عاملينه قبل كده، أو ممكن أقول له واحد تاني يعني، تمام. أو ممكن أقول له هات لي form تاني، أو هات لي أي نوع form تاني. webinar اللي كان مُدرِّب عندنا اسمه أستاذ عبد الله، مدرب إرشاد نفسي، ده الخُرم بتاعه. طيب خلّينا نقول له مثلًا هات أنا عايز أبني form من الزيرو، تمام. وهنقول له form تاني. أنا باورّيك الطريقتين بحيث لو أنا عندي form مسجّل وعايز أختاره خلاص عرفنا نختاره إزاي، أو أقول له click here هنا هيفتح لي صفحة جديدة أبني من خلالها الform وأحفظه وبعد كده أختاره. فإحنا ده اللي هنعمله علشان نبقى عارفين إزاي أقدر أبني form، لإن أغلبكم لمّا هيبدأ يعمل الfunnel مش هيكون عنده form متسجّلة. فإحنا هنتعلّم مع بعض إزاي نعمل الform من الزيرو، رغم إن الأداة نفسها هتدّينا يعني حاجات أساسًا ممكن في template عندهم مثلًا لو قُلنا له add form مثلًا هيقول لك في حاجات عندنا template وفي حاجات زيرو. إحنا هنعمله من الزيرو، ولكن أنت لو اخترت الtemplate مثلًا هتلاقي في حاجات كتير أوي ممكن تختار منها، يعني في حاجات حلوة أو في حاجات يعني مجرّبة ومعمول لها test، حاجات كتير أوي زي كده مثلًا. يعني واحد زي دوّة، واحد زي دوّة. بس إحنا عايزين form بسيط يعني نسجّل من خلاله الاسم، الإيميل. فده لو أنت عايز تعمل form يعني كامل بقى فيه تفاصيل كتير، ممكن تختار واحد من دُولة، وعدد يعني كبير جدًا يعني. أنت بس بتعدِّل على الأماكن اللي هو الاسم عايز تكتبه بالعربي، عايز تكتبه باللغة اللي أنت عايزها يعني. فهتلاقي form هنا كتير جدًا، ولكن إحنا نقول له خلّينا نبتدي نsearch، تمام. هنقول له add form، هنقول له هات من الزيرو، نقول له create. إحنا الform اللي هنعمله اسمه form 8 عشان نبقى عاملينه، ممكن نسميه test برضه عشان نبقى عارفين بس إن هو ده بتاع. طيب هنا مدّيني كذا خيار، هو جايب لي يعني زي template جاهز كده وأقدر أبدأ بقى أغيّر وأضيف وأعمل. إحنا محتاجين إيه في الform بتاعنا؟ إحنا محتاجين الاسم ومحتاجين الإيميل فقط، ومش محتاجين الحاجات دي كلّها. طيب هنبدأ نمسح الأول الحاجات دي، هنقول له إزالة. طيب الإيميل طبعًا هنحتاجه، الphone مش هنحتاجه،
لإنه هيقلل نسبة التحويل. لو حد عايز يحط تليفون أو رقم الواتساب ويشغّل عليه automation دي متاحة برضه في الأداة، ولكن بتبقى تكلفة الlead غالية شوية. لو أنت حطيت رقم التليفون أو الواتساب دي بتكون تكلفتها، ولكن في ناس كتير بتعملها وبتجيب معاهم نتيجة كويسة، ويقدر يشغّل الautomation بتاع cash process على الواتساب زي ما هو هيشغّله على الإيميل. يعني مثلًا قبل الwebinar بساعة يبعت له رسالة تذكير بشكل آلي زي ما هيبعت له على الإيميل. تمام. وطبعًا رسايل الواتساب بتكون نسبة قراءتها أعلى بكتير جدًا من نسبة قراءة الإيميل. تمام. إمم. ولكن إحنا كده بنكون عاملين جروب يعني علشان بنجمّع الناس فيه، علشان ممكن يعني لو أنت مش حابب توفّر على نفسك تكلفة الlead زيادة، لو أنت البادجت بتاعتك قليلة شوية، فممكن تعمل الاسم والإيميل بس وبتجمّع الناس كده في جروب واتساب أو جروب تليجرام، وبتبعت لهم رسايل تذكير. تمام. فإحنا خلّيناه مثلًا الاسم والإيميل أهو. طيب أنا هابدأ أعمل هنا شوية حاجات كده، أنا ممكن يبقى الحاجات ديّة مش عايزها. تمام. طيب عايز أنا مثلًا أخلّيه بدل ما هو مكتوب first name والإيميل، عايز مثلًا أخلّيها مثلًا الfull name أحسن بالنسبة لي. حلو. فأنا أمسح مثلًا الfirst name. طيب ممكن أقول مثلًا عايز أضيف تليفون، بعد ما شيلته مثلًا أقدر أضيف، عايز أشيل تاني، شيل. تمام. طب دي ليه جات لي بعد ما حطيت تليفون؟ علشان تبقى زي خصوصية كده إن هو أنت موافق عليها، إن هو يا إما هيتواصل معاك تليفون أو هيتواصل معاك مثلًا واتساب، عشان ما يبقاش يعني اختراق لخصوصية حد يعني. فإحنا هنلغي دي. تمام. طيب أنت عايز بقى تضيف أي بيانات من هنا تقدر تضيفها. عايز تضيف station، تضيف city، طبعًا حاجات أنت مش محتاجها في الكلام ده كله، ولكن يعني أنت متاح عندك هنا تعمل خُلْق في أي بيانات أنت حابب، حتى لو أنت عايز مكان العميل هو اللي يكتب بنفسه يعني. تمام. ولكن إحنا محتاجين الاسم والإيميل. طيب عايزين نغيّر مثلًا الكلام ده، إحنا دوسنا عليه أهو، بدل ما أخلّيها مثلًا full name أخلّيها ES. اسم بالK. تمام. وممكن أخلّيها من جوّه ديّة، في ناس بتخلّيها لجوّه بس. تمام. بس هي ممكن عادي نحطها تحت. في كمان كود ممكن أدّيه لكم أو حد يتواصل معايا لو حد محتاجه، إن أنا أخلّي الكتابة دي على اليمين. تمام. مثلًا الإيميل هنخلّيه مثلًا البريد الإلكتروني. تمام. إحنا عايزين نخلّيه زي ده كده، أهو الاسم الكامل والبريد الإلكتروني، يعني form بسيط جدًا نكتب فوقيه حاجة، ولكن هاقول لكم دي هنكتبها إزاي. تمام. طيب خلّينا نروح تاني للform، عايزين نغيّر دوّة نخلّيه أزرق. هنغيّر لون الbottom. مثلًا نخلّيه اللون ده. عايز أنا أضيف لون تاني أضيف، براحتي يعني. هنا الكلام بقى عايز أغيّره مثلًا، كده أكتب اللي أنا عايزه مثلًا. مثلًا على الزر التاني مثلًا إحنا كاتبين إيه، كاتبين احصل على رابط الدخول الآن. هاكتب هنا أحصل على رابط الدخول الآن. طيب إحنا عايزين نخلّيه الحجم كبير شوية. طيب عايزين نخلّيه font يعني نخلّيه مثلًا 700 كده bold شوية يعني، ممكن نخلّيه أكتر يعني، ممكن نخلّيه 900 يعني. هنا في subtext، هل أنا عايز subtext والّا لأ؟ تعالي نشوف كده كان في subtext والّا لأ؟ لأ ما فيش. طيب خلّينا نروح تاني. عايز الكلام ده في النُص، هندوس كده وهنخلّيه في النُص. تمام. طيب أنا عايز أغيّر لون الخلفية مثلًا، هافترض مثلًا عايز أخلّيها سودا مثلًا زي ده كده، وهاقول لكم دلوقتي لو عايزين نعمل إطار زي دوّة هنعمله إزاي. أدوس هنا على الoption وأدوس على
scene أو advanced هنلاقي الcolor بقى كله، ده ممكن نغيّر لون بالضبط. هنيجي مثلًا هنا ده لون الخلفية، عايز مثلًا أخلّيه أي لون مثلًا، ده الshadow. مثلًا عايز أخلّي هنا عندي كل الoption أقدر أغيّره مثلًا ده الform الbackground بتاعه، عايز أخلّيه مثلًا إحنا كنا عايزين نخلّيه أزرق زي التاني اللي هو الshadow. تمام. طيب عايز أغيّر مثلًا هنا هالاقي عندي كل الحاجات تقدر تلعب فيها براحتك كده، وهنا ممكن تغيّر الstyle بتاعه، يعني عايزهم جنب بعض طبعًا ما بيبقاش حلوة، عايز ال3 جنب بعض طبعًا ما بيبقاش حلو خالص، ولكن ده يعتبر أفضل حاجة يعني. طب أنا عايز أقلل شوية الحجم اللي تحت دوّة، باقول له مثلًا قلل الحجم، قلل المسافة هنا شوية، ممكن أخلّي المسافة تحت كمان شوية أقل. تمام. ممكن برضه ألعب في زرار أقول له المسافة، ده لون الزرار لو أنا عايز أغيّره. عايز أضيف أي لون زي ما اتعلمنا كده بناخد رقم اللون ونضيفه، مثلًا أنا عايز نفس اللون اللي في الصفحة اللي هو الأزرق دوّة، اللي هو دوّة. تمام. هنروح هنجيبه، هنشوف هنا هنلاقي اللون أهو، هنلاقي درجة اللون دوّة، أو اتعلمنا إن إحنا ممكن نجيبه إزاي يعني، هنجيبه هننزّل الأداة ديّة، هنشوف درجة اللون، أهي الأداة بناخد منها درجة اللون أهو، وبعد كده بنروح الform بتاعنا بنقول له هنا paste. بس كده بقى الدوخ. طيب خلّينا نعمل save كده، نعمل delete. طيب خلّينا نرجع تاني، نغيّر اللون دوّة بتاع الshadow، نقول أوكي، خلّينا الshadow نفس بس إحنا كده هنعمل pop up هنحطه جوّه الform دوّة، فإحنا مش هنحتاجه أوي، ولكن لو عايزين نخلّيه زي ما هو كده نخلّيه يعني، ممكن نخلّيه يعني bold شوية، خلّينا نخلّي 5. تمام. نغيّر ده كمان، أو غيّرنا لون الزر خلّيناه نفس اللون التاني. طيب عايزين نخلّي الخلفية دي سودا زي الصفحة التانية كده، نضغط على الخلفية نقول لها Advanced، عايزين نغيّر الألوان ديّة نخلّيها أزرق، ألوان الكلام،
نخلّيها بالأزرق قبل ما نعمل لون الخلفية بالأسود، علشان لو هي الكتابة دلوقتي بالأسود، لو عملناها بالأسود مش هتبان، فهنخلّيها أزرق وبعد كده نغيّر الخلفية أسود زي ديّة. هنروح الأول هندوس عليها كده، وبعد كده هنختار advanced، نختار الlabel ديّة أهو، نقدر نغيّرها بالكامل. إحنا ممكن نحط نفس الكود، بس كده خلّينا حطينا كود اللون، بقى نفس اللون بتاع الصباغ. طيب عايزين نغيّر الخلفية بقى نفسها، نعمل كده color أهو، هنختار اللون، هنقول له عايزينه أسود، تمام، أهو، كده بقى شبه بنسبة كبيرة جدًا نفس التاني. إحنا ممكن نكبّر الخط شوية ونخلّي الخط هنا أسود عشان يبقى قريب من لو حابين نمسح الريغون دي عادي يعني أهو، متاح، لكن إحنا ممكن نحطها علشان نعرف إنها مطلوبة يعني. نرجع تاني للفورم بتاعنا، ممكن نغيّر الحجم بتاع الكلام بالحجم بscale يعني. هنغيّر هنا الكلام هنخلّيه بالأسود. طيب إحنا بعد كده ممكن نعمل save للform علشان بس ما نضيّعش وقت. save للform، وهو الform بتاعنا بقى اسمه test، تمام. هنروح للصفحة بتاعتنا هنقول له هنا عايزين form، نقول له هنا عايزين form، هنقول له هات الform رقم 8 قصدي test، تمام، أهو حطّه لنا أهو. طيب إحنا عايزين نخلّي الخلفية دي كمان سودا أو الsection نفسه أسود زي التانية، دي كان الsection كلّه أسود. فهنرجع تاني للصفحة، نخلّي الsection كلّه أسود، الbackground بتاعه نخلّيه أسود، آه، ممكن نخلّيه نفس لون الدرجة، هناخد نجرّب كده نقول له مثلًا لون الدرجة ده إيه؟ تاني اللي هو 0، اللي هو أغمق حاجة في الأسود. هنروح عند الsection دوّة نقول له هات لنا لون الدرجة، هنقول له أدي، هو محطوط يعني، بس زيادة التأكيد. بُص خلّينا الsection كلّه، إحنا ممكن نكبّر المسافة اللي تحت ديّة شوية نروح لفوق، طيب خلّينا نروح هنا نخلّي المسافة خلّيها 60، نعمل refresh، لو رُحنا هنا عملنا refresh للفون هنلاقيه كبر معانا، إحنا ممكن نخلّيه 60 زي ما إحنا حابين، زي فوق بالضبط عشان يبقى مضبوطين. إمم. هو الجميل في الأداة إنها بتعمل auto save يعني لو أنت نسيت تسيب أي حاجة فما يهمكش يعني، الأداة بتعمل كل حاجة. تمام، ضبط أهو زي التاني. طيب إحنا ممكن نحط هنا برضه section مختلف شوية يعني لو شُفنا الصفحة نفسها، نحط شوية حركات زي كده، نحط مثلًا headline، نحط الكلام دوّة، ونحط الصورة ديّة،
هنعمل كده، نختار column، كاست اللي إحنا عايزينه، نمسح الأولى دي، هنحط هنا بقى headline، هنكتب فيه الكلام اللي إحنا خدناه، كان لونه أزرق تقريبًا، وكان الخط مثلًا هنختار اللون اللي إحنا بنشتغل بيه، هنختار وخط زي اللي موجود في الصورة، وده أنا عارفه، هو دوّة. هنعمل تاني headline وناخد السطر التاني مكتوب بالأبيض بخط أكبر، هو الcopy بتاعه جه بنفس اللون. لمّا نغلق الحاجة نرجع تاني على طول نفس الخط، بس كده. ممكن نحط الصورة هنا، هنختار الضوء. طيب إحنا جبنا الlink بتاع الصورة، إحنا هنا اخترنا صورة هنحط لها الlink عشان تبقى زيها. طيب إحنا نصغّرها طبعًا عشان تبقى زي التانية، خلّيها مثلًا 100، صغيرة أوي ممكن 150، ممكن نخلّيها 200. ماشي، أنا شايفها كده كويسة، ممكن نضبّط ال المكان، يعني نعمل مسافة بينها وبين، ممكن نعمل مسافة بينها وبين السطر اللي فوقيها، ونحط لها style كده بحيث تتحرك. هنحط لها مثلًا زي دي كده، دي اللي هي بتطلع وتنزل بشكل مستمر، تمام، وندوس save. إحنا كده عملنا يعتبر الصفحة شبه التانية. طيب إحنا عايزين نعمل form بقى، إحنا عملنا الform أقصد، عايزين نعمل pop up علشان لمّا ييجي حد يخرج من الصفحة يطلع له pop up، تمام، أو ممكن إحنا أساسًا من الأول ما نعملش الsection دوّة ونعمل pop up على طول، يدوس على الزر يطلع له الpop up، ولكن يعني أنا باحب أحطها في الصفحة، فاقول له create new pop up، هنقول له pop up exit، هنقول له leave فيه full، هنقول له column، هنقول له leave فيه full. إحنا عندنا الcolumn اللي هو الtest بتاعنا أهو، ده ممكن نخلّي الخلفية سودا زي التانية، نبدأ نضبّطه، يعني ممكن نعمل شوية أفكار، يعني نروح مثلًا الform نفسه نمسح الshadow دوّة، تمام، ونخلّي الخلفية سودا ونخلّي الخلفية دي الshadow دوّة هو اللي باللون الأزرق، هيظهر نفس الform اللي موجود عندنا اللي هو في الصفحة الأساسية بتاعتنا، لو عملنا refresh كده، دي الصفحة اللي إحنا بنعمل زيها، تمام، إحنا الصفحة دي أهو الform ده نفسه،
لو جيت عملت exit بُص طلع لي الفورمة أهو، سجل بياناتك الآن بالأسفل ممكن آخُدها، هنضيفها بس في الفورم. وأنت يعني الميزة هنا في الأداة مرنة معاك بتعمل من خلالها كل حاجة، لو عايز تعدل في pop up يعني، تقول له background مثلًا، ممكن تحط صورة، ممكن تحط اللون، آه، هنخليه أسود. هنشيل في الform دي صفحة الform ممكن نشيل منها الshadow ونخلّي هنا الshadow بس بتاعنا دوّة والshadow دوّة هو بيقول لك أنت عايز الshadow لونه إيه مثلًا، أزرق مثلًا. لأ، هنا بيقول لك الخلفية اللي وراها أنت عايزها إيه، طبعًا هنخلّيها كده رمادي عشان تبقى باينة يعني، بحيث يبقى الكلام اللي وراه باين، إحنا هنا مش هنغيّر حاجة. أنتم أظن فهمتوا الفكرة يعني، تمام، بحيث العميل لو حَب ييجي يخرج من الصفحة هيطلع له pop up ده، تمام، إمم، نخليه أسود عشان ما يبانش غريب، بس كده ممكن نحفظ على كده، هو كده عمل save automatic وهنا بيقول لك في حاجة مهمة أوي بقى. خلّينا نقفل الpop up دلوقتي، خلّينا في الform. الform دلوقتي بيقول لك أنت دلوقتي عايز تروح الform عايز تودّيه على فين، يعني الزرار هنا العميل لمّا يسجّل بياناته عايز يروح فين، عايز تودّيه على الخطوة التانية في الfunnel والّا يفتح له pop up والّا نودّيه على صفحة URL نقول له صفحة، طبعًا علشان نودّيه على صفحة الthank you اللي هي زي دي كده، اللي إحنا اتفقنا بتتعمل بشكل بسيط جدًا، ممكن نعملها تاني مع بعض. بنفتح section نكتب مبروك تم التسجيل بنجاح، ونكتب ميعاد الmaster class هيكون يوم كذا، ويوم كذا، ويوم كذا، وباعمل زرار باحط فيه الجروب نفس الفكرة، وباخد link الصفحة زي كده، باروح أحطها في الform أهي، باحط له هنا الموقع تمام، وبادوس save هو كده save وبادوس publish. هو بيقول لي أنت عايز تربطها بdomain فهاقول له لأ مش دلوقتي لإن دي test يعني. فخلّينا كده نعمل لها استعراض معاينة أهي الصفحة كاملة، الwebinar كنا محددينه يوم 1/9 فاضل عليه يومين، مين مقدم الwebinar مكتوب كل حاجة عنه، هنا الزر دوّة لمّا ضغطنا عليه طلع لنا الpop up ولكن إحنا ممكن نخلّيه يودينا على الsection دوّة تمام، طيب هنا هنحط رابط الURL اللي هو بتاع الصفحة التانية، تعالَ نرجع للصفحة، هنا هنحط حطينا الرابط تمام، هنعمل بس هنا حاجة، الزر دوّة هنقول له لأ ما توديناش على pop up ودينا على الsection هناخد كود الsection دوّة أهو، هناخد كود الsection دوّة وهنحطه في الزر دوّة، هنا الsection دوّة، بنحط link الsection بتاعه تمام، تعالَ نعملها في الزرار اللي فوق، لأ أنا هاقول له website وأقول له تمام، أروح
طبعًا هو save خلاص، خلّينا نروح المعاينة، دي الصفحة بتاعتنا اللي إحنا عملناها. طيب خلّينا ندوس على الزر، بُص نزلنا للفورم على طول، تمام، بحيث هنا يضغط العميل على الزر ينزّل له الفورم، أو يا إما هنا يطلع له pop up، تمام، ممكن نضيف يعني الsection دوّة لهنا على طول، أهو طلع لي pop up، تمام. طيب عايز أكتب هنا على طول وبادوس هنا، باكتب مثلًا بيانات، وهاعرّفكم إزاي بقى لمّا نيجي نعمل الemail market والautomation هاعرّفكم إزاي نربطه بالform دوّة علشان اللي يسجّل يروح في tag معيّنة أو في automation معيّنة يشتغل عليه رسايل بشكل تلقائي، تمام. هاكتب كده على طول email، على طول هيدخّلني على الصفحة التانية، صفحة الشغل اللي إحنا عملناها، أهو مبروك تم التسجيل في نجاح في الmaster class جروب الدعم كذا، 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 تمام. طيب أنا أظن يعني قدرت ألِم لكم هنا في التدريب دوّة كل شيء يخُص صفحة تصميم funnel الwebinar، بكل أمانة يعني اديتكم يعني أي معلومة أنتم ممكن تحتاجوها في صناعة صفحة أو funnel، آآ وأسرار كتير، ولسه عندنا أسرار كتير أوي في الfunnels اللي جاية، والاستراتيجيات التسويقية والمبيعات خاصة بتسويق الكورسات والاستشارات للمدربين والcoaches بشكل عام. أنا كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم النهارده، وعملنا مع بعض الwebinar funnel، فاضل بس الجزء الأخير هنعمل الemail marketing والautomation ونربطهم بالfunnel اللي إحنا أنشأناها، دي هنعمل لها فيديو يعني لوحده، علشان دي بتاخد وقت طبعًا. وهاعرّفكم أسرار الautomation وأسرار الemail marketing إزاي نقدر نعمل حملة بتذكير بالإيميلات، لإن الwebinar funnel بيكون ليها زي حملتين كده، حملة قبل الwebinar بالتذكير بميعاد الwebinar، وحملة بعد الwebinar بالمتابعة بتساعد الناس تشجيعهم على الحصول على العرض، تمام. أنا كنت سعيد جدًا إن أنا موجود معاكم النهارده، ويعني لو في أي استفسار برضه ابعتوا لي على الواتساب، وإحنا برضه لو أنت حابب تحصل على الأداة ديّة وتصمم الfunnel بنفسك، وبرضه هاكون معاك دعم فني لو أنت عايز تقدر تتواصل مع الteam بتاعنا عن طريق زر الواتساب اللي موجود في الdescription، هيساعدك لو في أي حاجة واقفة معاك في شراء الاشتراك، أو لو في حاجة واقفة معاك في الأداة، وكمان الأداة نفسها فيها دعم فني باللغة العربية على التليجرام موجود معاك يقدر يساعدك في أي وقت، وكمان في كورس شرح للأداة بالكامل باللغة العربية، ومركز الدعم بيساعدك بشروحات وبيساعدك كمان بالتواصل معاه بشكل مباشر، بتسأله في أي حاجة واقفة معاك في الأداة مش فاهمها، بيقول لك تعمل إيه بالضبط. كمان لو في حد ما عندوش وقت هو اللي يصمم السيستم البيعي والfunnel والautomation والemail marketing، وحابب يركّز وقته كلّه في تطوير شغله وتدريباته ومهاراته والدعم لعملائه، فإحنا بنقدّم خدمة تصميم سيستم بيعي كامل، مش بس كfunnel وصفحات وخلاص، لأ ده بنصمم استراتيجية كاملة من أول العرض واختيار العميل المثالي والعرض المناسب ليه، ومتابعة شخصية مننا لحد ما تنفذ الاستراتيجية على أرض الواقع، وكمان بنساعدك يعني بنكون مع بعض one to one في كل حاجة أنت بتعملها بترجع لنا فيها كل الأمور التقنية الخاصة بالسيستم البيعي، بنعمل لك الصفحات، بنعمل لك الإيميل ماركتنج، الautomation، الكالندر، وطبعًا بنضبّط مع بعض العميل المثالي بتاعك والعرض المناسب ليه، وعناصر الويبينار وكل حاجة إحنا اتكلمنا فيها بنضبّطها مع بعض. لو أنت حابب نساعدك ونقدّم لك خدمة بناء السيستم، وبنساعدك إنك أنت تعمل أول ويبينار وتحقق أول مبيعات للكورس بتاعك أو التدريب بتاعك أو الخدمة بتاعتك، فتقدر تراسلنا على زر الواتساب اللي موجود في الdescription.
وكمان الأداة معمول لها خَصْم 40% إذا اشتريتها من الرابط الموجود في الdescription. كنت سعيد جدًا إني موجود معاكم، باشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.